بنسبة 90% إن جوزِك يتجوّز عليكِ الجوازة التانية هو أنتِ. انت ما تتنحليش كده، اصل هو بيحبني مكلبظه، اصل هو بيحبني مربربه، اصل بيقول لي كلما زادت الكتله زادت الجاذبيه، اصل هو بيقول لي ده انت تقولك في قلبي دهب، اصل هو بيقول لي ده انا بحب الكيرفي. بنسبه 90% من الرجاله ما بيحبوش الست التخينه. انت ذات نفسك لما بتخرجي وتتمشي معاه وبتعدي من جنبك واحده شكلها حلو وجسمها مشدود، بتقومي خبطه بصه جانبيه كده بتشوفيه هو هيعمل ايه. هو اوريدي بص خلاص، هو اوريدي بص وخد الرقم وخد الانستا وكله بالان اف سي وظبط الدنيا. طب وليه يا بنت الحلال؟ ليه عامله في نفسك كده؟ كل ده عشان 5 حاجات مش عايزه تعمليهم. 5 حاجات يا ظلمه اسمها حلال. ال5 نقط دول من اخوكي وانت هتشوفي حياه تانية خالص. واحد، تنزلي الجيم مرتين ل3 في الاسبوع تتمرني باوزان علشان تشد السيلوليت اللي موجود في الرجلين والارداف ويبقى شكلهم حلو ومنظم كده بدل ما يبقى شكلهم مش لطيف. 2، تنزلي تمشي 3 مرات اسبوعيا مشي سريع لمده 3/4 ساعه او ساعه عشان ننشط الدوره الدمويه ونرفع معدل الحرق بتاعنا ويبقى وشنا مورد كده وشكل خدودنا جميله وعندنا طاقه طول اليوم بدل ما انت كل شويه على الكنبه دي قدام المسلسل ده للكنبه دي. 3، من فضلك من فضلك كفايه زيت ومسبك. اصل ابو محمد ما بيحبش المحشي الا لما نقدح له الزيت. اصل ابو نهى ما بياكلش صينيه البطاطس غير لما نسبك لها البطماطم. ما تجيبهاش فيه، احنا اغلب من كده والله. انت فاكرنا اغلب من كده؟ الراجل لو حطيت له جزر هياكل. هو عايز حاجه تنزل معدته وينام، هو بياكل طول اليوم بره. النقطه الرابعه بقى وهي دي مربط الفرس بقى، تعالى لما اكلمك عنها بقى. عمالين نشتري اشي كريمات تبييض، اشي كريمات تفتيح، اشي كريمات توريد وارقام، نجيب لب جلوس من شجلام، مش عارف ندفع تنت في ايه ليه كل ده وانت ربنا سبحانه وتعالى خالق لك في جسمك مصنع جمال متكامل يخليكي ملكه جمال. انت كل اللي عاملاه ان انت مهمله المصنع اللي جوه عندك ده وعماله تشتري في بوهيه وتدهني المصنع من بره. ما تشوفي المكان اللي جوه عطلان في ايه بدل ما تصرفي الوفات في حاجات عبيطه. انا بقالي اسبوعين بستعمل زيت عرق الفيل لتطويل وتنعيم الشعر وكلها اسبوعين اشوف شعري بيرفرف على كتافي. طب وليه؟ ما نروح نروح نبص على هرمون التي اس اتش والتي 3 والتي 4، هرمونات الغده الدرقيه. ممكن تكوني ماشيه على دايت مظبوط وبتتمرني كويس وارادتك عاليه بس عندك خمول، عندك كسل في الغده، روحي بص عليها لان هي دي اللي ممكن تكون اثره على السبب في نزول وزنك. تشوفي تحليل مقاومه الانسولين، تشوفي الهوما اي ار. يا حنان دي ام المشاكل، اسمعي الكلام، دي ام المشاكل. لو عندنا بقى الجلد متغير في تحت الدراعات او في زوايد جلديه ما نقعدش نربطها فتل ونبقى عاملين شبه الموميا، نعالج المشكله من اصلها. الكورتيزول هرمون النكد ده لو ارتفع الراجل مش هيشوف خير، هو هيفضل عايش في نكد وانت عايشه نفسك في نكد، وده كله بسبب ان حضرتك ما بتناميش كويس وعلى طول عايشه في ستريس وضغط. الهرمونات، نروح نبص على هرمون الاستروجين، هرمون الانوثه، نبص على هرمون البرولاكتين، هرمون اللبن لو حضرتك مش حامل او ما بترضعيش والهرمون اللبن عالي ده بيعمل اضطرابات في البي ام اس، ومش انا اللي هقول لك ايه الاضطرابات دي. روح تبص على هرمون التستوستيرون. هرمون التستوستيرون قبل ما تقولي ده هرمون ذكوري موجود في جسمك بنسبه معينه، لو هرمون الذكوره ده زايد هتلاحظي ان في شعر بيطلع في مناطق انت مش حباها، وبدل ما عمالين نصرف على اجهزه ازاله الشعر والجلسات ما نشوف الدنيا فيها ايه، ولو قليل هيسبب لك ان انت هتبقى حاسه بتعب طول اليوم. الفيتامينات، فيتامين بي 12 بدل ما احنا حوالين بقى عينينا شحوب وعمالين نقول سببها القهوه وقله النوم وانا على طول حاسه بارهاق، تشوفي البي 12 عندك عامل ايه، هتروحي تشوفي فيتامين د. ده نسبه 90% من الناس فيتامين د طين